في حديث مناجاة موسى قد صبحكم الله بالخير شيخنا. وقد قال يا رب لما فضلت أمة محمد صلى الله عليه وآله على سائر الأمم. قال فقال الله تعالى فضلتهم ل10 خصال. قال موسى وما تلك الخصال التي يعملونها حتى آمر بني إسرائيل يعملونها. قال الله تعالى الصلاة الزكاة الصوم الحج الجهاد الجمعة الجماعة القرآن العلم وعاشوراء. قال يا رب وما عاشوراء؟ هذا اللي قريت أدبي هذا النشو عاشوراء شو؟ قال البكاء والتباكي على سبط محمد والمرثية والعزاء على مصيبة ولد المصطفى. يا موسى ما من عبد من عبيدي في ذلك الزمان بكى أو تباكى وتعزى على ولد المصطفى إلا وكانت له الجنة ثابتة. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني بعد ما يطلعوا مثل أبوك من الجنة يا مهبل. وما من عبد أنفق من ماله في محبة ابن بنت نبيه طعاما أو غير ذلك درهما أو دينارا إلا باركت له في دار الدنيا الدرهم ب70 درهم وكان معافا في الجنة وغفرت له ذنوبه. بعزتي وجلالي ما من رجل أو امرأة صال دمع عينيه في يوم عاشوراء وغيره قطرة واحدة إلا وكتبت له أجر 100 شهيد. 100 شهيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله.